أهلا بكم من جديد. كان ملتقى مصري للرسوم المتحركة وتحول بعد 5 سنوات إلى ملتقى عربي جمع أعمالا من 5 دول عربية. الملتقى فعلا خصص جوائز لفئات عدة، كما كرم شخصيات أثرت في هذا الفن، وشهد دعوات لزيادة الإنتاج العربي للأفلام الكرتونية، خاصة أن هذه الفئة تحديدا فيها نقص كبير في الوطن العربي. على العموم سمر باشات بالطبع زارت هذا المعرض وأتت لنا بالتفاصيل التالية في التقرير التالي. بعد 5 دورات للملتقى المصري للرسوم المتحركة، توسع نشاطه هذا العام في دورته السادسة ليصبح الملتقى العربي ويضم أعمالا من 5 دول عربية. وصل عدد الأعمال المشاركة إلى 78 عملا، شارك منها 54 في مسابقات الملتقى، وهي مسابقة العمل الأول، مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة الأفلام الطويلة، مسابقة المسلسلات، ومسابقة الإبداع التجريبي. مش عاوز دوشة، واطفي التلفزيون ده وشوفوا مذاكرتكم. يلا يلا كده والله لو قال لي ماما. الو. كانت فكرة إقامة هذا الملتقى فكرة جميلة وتستوجب الاهتمام، وخصوصا وأنها خرجت من دائرتها المصرية إلى الدائرة العربية. أنتج شباب من المبدعين متميزين جدا، بقى في تنافس أكتر وكله عايز يوصل للجوائز الأعلى، وإحنا كمان زودنا الجوائز قيمتها، فده عمل تنافس حلو. وفي نفس الوقت يعني بقوا معروفين للشركات عشان يتعاملوا معهم ويشتغلوا، يختاروهم ويشتغلوا معهم. كرم الملتقى مجموعة من الفنانين الذين أثروا فن التحريك، ومنهم الفنان محمد هنيدي الذي قدم مسلسل سوبر هنيدي في رمضان، ونوال محمود واحدة من رائدات فن التحريك، وأيضا الفنان رؤوف. كلنا بنحب الرسوم المتحركة، وإن شاء الله يعني الفترة الجاية هتشهد أعمال أكبر وأحلى، لأن فنانين مصر يستاهلوا كتير قوي. وفي جوائز المسابقات فاز فيلم عبرني شكرا بالجائزة الأولى، وفاز فيلم الأنبوبة بجائزة أفضل فيلم قصير. وفي مسابقة المسلسلات فاز مسلسل مصر التأفيل، وفاز فيلم خيط وتر في مسابقة الإبداع التجريبي. أهم حاجة في الملتقى النهاردة إنه بيحمس وبيحفز الكوادر اللي بتشتغل على صناعة الطفل، وطفل النهاردة هو المستقبل، فإن احنا بنشكل شخصية إيجابية من نعومة أظفارها، دي أهم حاجة. وعلى الرغم من تطور فن التحريك في العالم العربي في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد انتشار قنوات الأطفال، إلا أن المجتمعات العربية ما زالت إلى حد كبير مستوردة لهذا الفن، وبالتحديد في الأفلام الطويلة. أرجع الفنانون هذا الوضع إلى غياب المنتجين المستعدين للمغامرة. هي المشكلة عندنا في الزمن والإنتاج نفسه، التكلفة بتجري في مكانها بقى لها عمر طويل جدا، هي نفس التكلفة اللي احنا بنتكلم فيها من بداية التسعينات، يمكن قلت كمان مش زادت. فالإنتاج ضعيف جدا جدا جدا، ويمكن أحسن فنانين في مصر قاعدين في البيت. هو احنا بقى عندنا افلامنا واعمالنا، بس بيبقى معظمها في المهرجانات، مفيش حاجه تجاريه بتنزل، اوكي، لكن احنا عندنا فنانين كتير جدا وموهوبين جدا وممكن يعملوا حاجات عظيمه. ويظل هذا الملتقى خطوة في اتجاه تسليط الضوء على هذا الفن ولو مرة في السنة، ولإعطاء فرصة للفنانين من مختلف الأجيال للتعرف على أحدث الأعمال. سمر باشات، العربية، القاهرة. ومشاهدينا من عالم الكرتون إلى هوليوود وأخبار بلا سياسة. هذه المرة نبدأها من أخبار الضرائب. كما نعلم يدين